السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أكلة ووصفة سهلة. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. هعمل معاكم النهاردة الكوارع بأحلى وأفضل طريقة، كمان هعمل جنبها فتة بشوربة الكوارع بطريقة حلوة قوي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. معايا حلة على النار هحط فيها نص معلقة من السمنة، مش اكتر من كده. لو هتحطي زيت هتحطي 3 معالق بس كفاية. واول ما هتسخن هحط عليها بصل وطماطم وجزر وتوم وقرنين من الفلفل وورق من اللورة ونص معلقة من الفلفل الاسود. بعد كده هنزل بقى بالكوارع عليهم على طول. هفضل اقلب فيهم مع بعض كده على نار هادية حوالي 10 دقايق. طبعا الكوارع بتيجي متنضفة وزي الفل من عند الجزار، بس احنا طبعا بنمشي عليها السكينة تاني، والسكينة لازم تكون حامية علشان لو في شعراية منسية ولا حاجة السكينة تقطعها. بعد كده بنمسكها ندعكها بقى كويس قوي بمعلقة من الدقيق وعصير ليمونة وشوية من الملح. بعد كده بنزود عليها شوية مية ونسيبها منقوعة من نص ساعة لساعة. بعد كده بنشطفها وبنصفيها كويس وبنستخدمها بقى على طول. خلاص كده بعد ما قعدت اقلب فيها على النار حوالي 10 دقايق هضيف عليها مية تكون بتغلي. زي ما انتوا شايفين انا حطاها بتغلي على طول اهيت. ما ينفعش نحط بمية باردة نهائي، لو حطينا مية باردة هتأخر في سوى الكوارع وهتخليها تاخد وقت كتير. هسيبها تغلي الاول نص ساعة على نار عالية، بعد كده هدي تحتها النار وهسيبها بقى تستوي براحتها على نار هادية. وهي بتستوي هبدأ بقى اجهز للفتة بتاعتها. حطيت معلقة كبيرة من الثوم ومعلقة من الكزبرة ومعلقة من الفلفل الاسود. بعد كده هشيل من الثوم معلقتين كبار وهركنهم على جنب عشان هبقى استعملهم بعدين. هبدأ بقى احط معلقة كبيرة من الخل وهسيبها تغلي كده لحد ما تتبخر خالص. هحط عليها على طول كوبايتين كبار من عصير الطماطم. هقلبهم بقى على النار لحد ما تبتدي تتسبك وهطفي عليها النار تاني على طول. بعد كده هنعمل بقى الفتة من العيش البلدي. بصراحة احلى فتة بتبقى هي من العيش البلدي احسن من العيش الابيض بكتير. هقطع بقى العيش وهحمصه في معلقة كبيرة من السمنة. هفضل اقلب فيه على الشعلة بتاعة البوتاجاز لحد ما العيش كله ينشف. بعد كده هروح اشوف الصلصة وهحط لها معلقة من الملح. خلاص كده الصلصة اتسبكت وحطيت لها الملح. هبدأ بقى اضيفها على العيش. هحط لها كبشتين 3 من الصلصة. بعد كده هحط لها شوية من شوربة الكوارع. هحط الفتة في طبق التقديم. بعد كده هحط عليها شوية من الرز وشوية من الصلصة هحطهم على الوش. دي احلى طريقة للفتة بصراحة، احسن ما نعملها بشوربة بيضة كده من غير صلصة. الصلصة بالثوم بتضيف لها طعم جميل جدا. بعد كده خلاص الكوارع استوت اهي زي ما انتوا شايفين. بجد ما بنزلهاش من على النار غير لما تبقى مستوية او زي الزبدة. بعد كده فاكرين معلقتين التوم اللي شلتهم وانا بعمل الصلصة؟ ضفت عليهم معلقتين كمان من الشوربة هضيفهم على وش الكوارع. بصراحة بيخلوا الشوربة بتاعتها تحفة جدا. وبكده ابقى خلصت الكوارع. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وبألف هنا وشفا.